أبو صالح، حمود سلطان أعلن اعتزاله السنة في صحيفة الوطن عندنا في الدوحة، وأمراء وشيوخ وفي اي بي وجمهور وجمهور من الجنسين، جمهور من الجنسين كلهم يطالبوا حمود بعدم الاعتزال، وهذه ما صارت. أنت الحين لو اعتزلت على الهواء مع أحمد البلوشي ما أظن بيجيك نفس السيل اللي جاك اللي جاء على حمود بعدم الاعتزال، وهذه تدلل أن حمود أشهر منك. أولا شيء طبعا أنت تجامل حمود سلطان. أنا ما جامله، أنا أذكر على أساس أنه يمكن ما يتكلم عنك في المجلس، ولكن أنا أعلنها وأمام برنامجك. أنا مستعد لمناظرة مع حمود سلطان حتى لو في بيته، مناظرة أمام الرأي العام، وأنت ممكن تعمل مناظرة الآن بعد بالبرنامج إن شاء الله. ليش خليني أكمل. حمود من الأشهر؟ أبو حسام. من الأشهر؟ هلا حبيبي. أبو حسام. من الأشهر؟ حمود سلطان ولا إبراهيم الفريان؟ هلا حبيبي. طبعا هو يبي مناظرة لفريان. نعم. بمناظرة؟ السلام عليكم. مو بنظارة، مناظرة. السلام عليكم. أول شيء عليك السلام يا أبو حسام، نورتنا حبيبي. الله حبيبي، شلونك حميد؟ تمام الغالي. يا بفلاشات يا حمد، واري فلاشات ما طفت. كيف ما سمعتك؟ الفلاشات يا حمد ما طفت؟ لا ما طفت والله، أنا جايب الكاميرا وياي يعني. لأن الفلاشات مع الأسف من يجي حق الريان كلام مغلوبين، صدق؟ والله بيني وبينك هالريانية ترى قالوها الكلمة، أنا ما بغيت والله قالوها صدقني، من يجي خلاص الله يستر على الريان. أنا بعطيه فرصة، بس أعطني فرصة أرد عليه. أي فرصة عندك فرصة؟ تفضل أستاذ تفضل. أي فرصة. يعني كل ما يلا الدوحة الريان يلعب يغلب. خسران أقول لك، درجة ما تصور. أتمنى إنه يرجع الليلة الطيارة الليلة بسرعة، يعني قبل تصير الساعة 12. زين جماهير الريان هم اللي داعينا ترى للبطولة وهاي. والله الريان غلطانين والله، ما ذكرت عشان يستفون. صوتك راح يا ابو حسام. يتأسفون اقول لك، يتأسفون. يلا تفضل. خلصت. يبي يقول انت مناحس على الريان. خلصت هرجك يا كثير الهرج. انا عرجي. لحظة اعطني فرصة، خلاص اسكت لحظة. ملك الفلاشات يتحدث، يجب ان تحترمني. اولا شيء اسمح، لحظة يا اخي، لحظة، خلاص اعطيناك. بعد الميكروفون شوي بعدين بقول. لا اعصابي في ثلاجة يا حمود سلطان. للاسف انت لم تنجح في اي بطولة يحققها منتخب بلادك. لا معليش. حمود سلطان للاسف ينشات عليه 10 كور ويركب 20 كورة. لا حمود سلطان للاسف حارس اقل من متوسط. زين انت الحين ليش دخلت في الحراسة؟ لا اي حارس يجاب عليه يقول لا تدافع عنه. انا اعطني فرصة مثل ما تعطيه. حمود سلطان يا ابو حسام اسمح لي، انت حقيقة كثير هرج، وارجوك الا الريان لا تهرج فيه، لان الريان له رجاله يتحدثون عنه، ولست المتحدث الرسمي للريان. ولكن انا لحظه لو تسمح. لحظه انت اعطيته فرصه، اعطني فرصه ولا انسحب. اعطني فرصه. نعطي فرصه يا حمود لحظه. الريان لا انت اللي بيتكلم عنه، الريان بكره بتشوفه رافع كاس الوالد، الامير، القائد، وبتشوف. واذا حبيت تصور معنا ترى مستعدين. يا حمود سلطان ابغاك تفهم شيء واحد، اكسب الجميع. الرياضة فن، اخلاق، تسامح، وليس بالسطو على الاخرين والتحدث من انجازاتهم والتقليل من شأن فريق عريق كالريان، اكبر شعبية في قطر. زي ابو صالح ابو حسام وايد عطاك صراحة، وايد عطاك وايد. اسوي دعاية حق الريان اول شيء، هاي واحد. ايه وثاني شيء لما خلينا من الريان وعارف هو يبي يكسب. لا تتحدث عن الريان. لا تتحدث، انت اخر من يتكلم عن الريان. وبعدين هذا منطق انك تطلع وتقول، معليش يا حميد خليه يكمل. هذا منطق انك تطلع وتقول انني انا اشجع اي فريق ضد الريان، خطأ رياضي. وانت حارس للأسف وانا مستعد ترى مناظرة في الدوري والكاس الليلة لو بغيت. في عند خالد جاسم، واتمنى ان يسمح لي خالد جاسم ان نكون مناظرة اليوم ولا بكرة في الدوري والكاس، واتمنى انك ما تهرب بكرة اذا اخذنا الكاس.
لازم تكون موجود. ابراهيم لو سمحت، انا الحين مذيع يعني خليتني بلا اداره البرنامج يا ابو صالح. انت محابي مع احمد سلطان. عاد الجمهور يشهد. احنا خلي الرجال يكمل كلامه. ترى اعطيناه فرصه لان ورانا معجبين من السعوديه والكويت والامارات والبحرين وسلطنه عمان. انتوا تعطي فرصه للاخرين، يكفيك الدوري والكاس قاعد تهرج فيه شهرين. الله يبارك فيك. خلاص عط فرصه للناس يا اخي. الله يبارك فيك. ما تاخذ زمنك وزمن غيرك يا حمود. ابو صالح لكل زمان دوله ورجال. انا بستاذن من الاستوديو شباب، بستاذن، انا بطلع من الاستوديو صراحه. يلا تفضل. بطلع بتكمل انت الحلقه بروحك. ابو صالح اقول لك اخذنا بشراع وميداف لغوه لغوه بس. انا ادري ابو حسام. قول كلمتك الاخيره. والله عندنا فقرات وايد ترى يا ريت ابو صالح تسكت. الله يبارك. تفضل ابو حسام. لا تسكتني. اول شيء واحد يحترم يتكلم وياه. ايه مو بذي انا تاريخ، انت ما تقدر تاريخي ولا ايش اقول لك؟ تاريخ حمود سلطان، انت تقول عن حمود سلطان او ما تتحدث عن نفسك انك تاريخ. هاي واحده ابو صالح. الناس تتحدث عن صالح ما تقدر. هاي واحده. ايه مو انا اتكلم عن تاريخي، خلي الناس تتكلم عن تاريخي. هاي واحده. وثاني شيء اذا احنا ما حققنا بطولات في المنتخب هذا راجع امكانياتنا هنا والله لحراستك الفاشل. هاي واحده. والحمد لله بس البحرين شرفت بتصفيات كاس العالم. وتعرف انت عارف ان البحرين مو انت تقلل من البحرين قيمه البحرين. لا تغلط. انا ما قللت. على عيني وراسي اهل البحرين والمنتخب الوطني. لكن انت يا ابو صالح فاشل في الحراسه. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك يا ابو صالح. وانا اعطيت فرصه لاي حارس يمسك 10 سنوات اساسي. وين فيه؟ خلص وقتنا شباب. او 20 سنه. خلص وقتنا. انا التقيك في الدوري والكاس وتشوف ان شاء الله مناظره. اقول ابو حسام خالد جاسم. ابو حسام انتوا يبي لكم مجلس ما يبي لكم كاس الفهم حبيبي. وهذا نداء خالد جاسم انه يخلينا مناظره الليله او بكره وانا مستعد في اي مكان وعلى اي سماء واي سماء. مشكور ابو حسام يعطيك العافيه حبيبي. مع السلامه. وارسل رقم حسابك يا حمود. ارسل رقم حسابك يا حمود. ابو صالح تسمح لي، انا اخوك صغير، اخذت بالصوت اولا. لا ابدا. وما اعطيتني لا اعتبار ولا مكان البرنامج. على عيني وراسي. وقاطعتني مليون مره. لكن يقلل مني وتنرفزت. لا ما يقول لك جمهور عريض طويل الحين بيقول ابو صالح ياخذهم بالصوت بس. لا ابدا. تفضل. انا احترم اللي يحترمني. في ايميل يقول لك متى بتعتزل؟ والله شوف يا استاذ حميد، طبعا انا اول شيء سعيد اني التقي فيك، ولكن الواحد يغلط علي كشخص يغلط على ناديي الريان اللي احبه في قطر. لا انا هلالي. هو ما غلط على انا هلالي من راسي حتى اخمس قدمي وافتخر. ما غلط. ما غلط. لا معليش يا حميد، انت لا تصير انت الجالد وفي نفس الوقت انت تستمع وجهة نظرنا والجمهور الخليجي عامة والجمهور هو اللي يحكم. هو اول ما دخل حتى ما سلم. السؤال متى بتعتزل؟ والله شوف لن اعتزل وهذا بعدكم. بعدكم. اي فانا اقول لك اياها بكل صراحه. ليه؟ يعني انا اقول لك اياها بصراحه.